معنا صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز رئيس نادي الهلال. كل سنة وأنت طيب يا طول العمر، مساء الخير. كل عام وانتم بخير، وتحياتي لجميع الأساتذة الكرام الموجودين. تحياتي لك أولا. اشتقنا لك وفوانيس تناديك. الله يطول عمرك ويحفظك ويخليك يا رب. احنا طبعا كنا بنتكلم عن اللاعب الكبير ياسر القحطاني. قرار جريء من الهلال وانتم عودتونا على كذا، واحنا يعني رايي الشخصي الان اقوله اداره الهلال في الصيف هذا على الاقل ثبت لنا انه هي يمكن الاداره الافضل في تحركاتها، في مفاجاتها، في سريه قراراتها. طبعا هذا واضح جدا للجميع. ولما يعني احنا نحاول قدر الامكان ان احنا نفعل يعني ما نرى انه مصلحه النادي. انا بالنسبه لي قرار اعاره ياسر القحطاني قرار صعب كان. انا كنت حتى في تويتر اتناقش مع بعض الجمهور الهلالي الكريم، اقول انه احيانا يعني بعض القرارات يعني دائما يعني في رايي انا ان الاداره ما هو دائما القرارات بين قرار سهل وقرار صعب، يعني احيانا يكون في قرارات ينبغي ان تتخذها. ما دعانا الى ان احنا نعيد ياسر القحطاني عده امور. اول شيء انا لازم اقول ان ياسر القحطاني لاعب كبير ولاعب كبير جدا ومن المهاجمين المتميزين بالتاكيد. ولكن المصلحة اقتضت ان احنا نعير ياسر القحطاني للاسباب التالية. اول شيء العرض اللي قدم لياسر هو عبارة عن اعارة لمدة سنة بمبلغ 1,000,000 يورو ونص النادي الهلال. رأينا انه نعير ياسر نستفيد من المبلغ هذا، رقم واحد. رقم اثنين انه احنا عندنا السنة هذه 5 مهاجمين. عندنا يوسف العربي، عندنا المهاجم الكوري ده ما نغلط باسمه بس اسمه في يونغ، يعني انا متأكد انه في يونغ. عندنا كان عندنا يعني تخطيطنا يا ياسر يا عيسى، والآن طبعا عيسى باقي بمشيئة الواحد الأحد. وفي عندنا طبعا من منتخب الشباب سالم الدوسري وفهد الجهني. احنا ارتئينا انه طبعا ياسر القحطاني ايضا اللي يعني انا جتني ردود فعل كنت متوقعها طبعا، انه يكون في نوع من الجمهور، في جمهور كبير يحب ياسر القحطاني وما يتخيلوا يعني في نادي غير الهلال. ولكن في نهاية الأمر يعني مثل ما قلت الواحد، يعني كوني أنا رئيس للنادي أنا مسؤول عن اتخاذ القرارات اللي أراها في مصلحة النادي. اللاعب سعيد بهالإعارة ويرغب، يعني حتى هو اليوم طلع بيان بهالخصوص، يرغب في أنه يجرب نفسه في أجواء جديدة ويبتعد عن الأجواء الحالية ويلعب أساسي بشكل مستمر. وأنا متأكد أنه هذه الإعارة ستكون فائدتها لجميع الأطراف، فائدتها لياسر القحطاني، فائدتها لنادي الهلال، فائدتها انه ياسر ايضا ربما انا في قناعتي انه لما يغير جو ويروح لمكان ثاني ممكن يستعيد يعني كامل الوهج حق ياسر القحطاني المعروف عنه. اعتقد انها صفقه مفيده بكل المقاييس، رغم انه يبدو قرار مؤلم لبعض الجماهير الهلاليه اللي انا احترم المها. لو كنت انا من الجمهور وما كنت رئيس نادي كان ممكن يعني انا لو لا اخفيك سرا، لنفترض جدلا انه مثلا سين من اعضاء الشرف رئيس نادي الهلال وانا كنت من الجمهور، اكيد حمتعظ من هالقرار، لانه النجوم برضو يبقى لهم يعني قيمه ويبقى لهم بريق والناس تكون متعلقه فيه. ولكن انا اعتقد انه احنا يعني نظرنا الى الموضوع من مصلحه النادي ومصلحه اللاعب، واعتقد انه ان شاء الله السنه الجايه بيرجع بيكون مفيد للهلال اكثر من انه يعني في الوضع الحالي. هذا كل ما في الامر. طيب، وكان ختامها إيمانة سمو الأمير، يعني صفقة كبيرة بلا شك. والله يعني إيمانا مني يعني من الواحد ما يتحدث إلا إذا تم الأمر. اسمح لي ما يعني أتحفظ على التعليق هذا يعني إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. بعد ما تنتهي الأمور إن شاء الله يعني الواحد يتكلم بشكل أحسن يعني. طيب، واحد برضه الآن يعني هل مختار فلاتة خلاص قرب من الهلال ولا؟ والله ابو لما خليني بقول على شيء. احنا الحين قاعدين يعني نتحرك في اكثر من اتجاه بخصوص اللاعبين المحليين، ولا هو من المصلحه انه الواحد يعني يصرح باي شيء. يعني انا بقول على شيء، احنا على فكره انا يعني قضيه اللاعب ايمانه تحديدا. طبعا الصحافه الاسبانيه انا ابتديت اتلفت حولي، انا في باريس الان اتلفت حولي، اعتقد انه في ميكروفونات عندنا كل ما حصل شيء لقيناه في الصحافه الاسبانيه. احيانا يكون في اضافات، احيانا يكون في اشياء ما هي دقيقه، ولكن يعني التسريب كان بشكل غير عادي يعني. واتضح انه من وكلاء بعض يعني وكلاء اللاعبين في اغلب الاحيان هم المسؤولين عن التسريب. ولكن احنا ما تكلمنا كثيرا الا لما يعني اكثر لاعب صاحبته صجه قبل ان ياتي هو ايمانه.
اتمنى ان شاء الله انه رب العالمين، احنا اللي انا ابغى اقوله للجمهور الهلالي من خلال القناه الرياضيه المتابعه والبرنامج المتابع بوجودك علماء ووجود الاساتذه الافاضل الاجلاء اللي كلهم ايضا متابعين، انه اقول للجمهور الهلال تاكدوا ان احنا يعني نسعى جاهدين الى ان احنا نفعل كل ما نرى انه في صالح نادي الهلال، لا من ناحيه التعاقدات، لا من ناحيه الفكره يعني التفكير في تعاقدات محليه. اذا يعني نسال الله التوفيق، يعني رغم ذلك نبقى مقصرين، ولكن هذا جهد المقل، ويعني نأمل يسامحونا اذا في تقصير. انا اللي ابغى اقوله ايضا انه للامانه انا بالنسبه لي يعني افكر ان انا اخذ اجازه من هالاجازه اللي اخذتها، ما كانت اجازه باي حال من الاحوال. كميه المدربين اللي شفتهم وكميه المفاوضات يعني كانت الحقيقه ما هي اجازه ابدا بكل المقاييس. ما ادري انا في بدايه الموسم يعني شكلي يعني بحمل الامير نواف والاخ سامي الجابر مسؤوليه انهم يكونوا موجودين. اعتقد اني فعلا بحاجه اجازه حقيقيه من هالاجازه، ونسال الله التوفيق يعني. نعم سمو الأمير، ترى أنا ما أنسى الحلقة التاريخية، بالفعل كانت تاريخية مع سموك العام الماضي فوانيس، فإحنا نبغى نجددها إن شاء الله في الأيام الجاية إن شاء الله. أتشرف إن شاء الله. أنا خلال إن شاء الله الأسبوع من الآن أحكم في المملكة إن شاء الله، ويشرفني ذلك سأكون بصحبتكم بصحبة الأساتذة الأكارم الأجلاء. الله يوفقك وألف شكر طال عمرك. شكرا. شكرا جزيلا.